السلام عليكم. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد التبريمه بمناسبه يعني الصيف قرب وان الاجواء بدات كتسخن. المهم نبارطاجي معكم واحد التبريمه. المهم نبارطاجي معكم كاع التبريمات يعني اللي كيبيضوا الجسم. المهم التبريمه البنات هي مكوناتها مطحونه. عندي هنايا الخزامه كتعمل على تعطير الجسم، يعني ما كاين ما احسن من الخزامه. زائد الريحان فيه واحد الرائحه هي بارده، يعني الرائحه ديالها طوب. زائد هذا الورد، حتى الورد كتميز بواحد الرائحه عطره. زائد انهم كيساهموا في تبييض الجسم. المهم البنات هذه المكونات كنزيدوا الحنه دايرها في القريعه، كنديروا الكميه اللي بغينا على حسب الجسم. زائد كنزيدوا هذا الشبه مطحونه، انا ما عنديش مطحونه المهم تنطحنها. زائد كنزيدوا هذا سميتو الدهد، كنديروا معلقه ديال الدهد. المهم هاد المكونات البنات كنديروهم كنوجدوهم بليله، كنزيدوا ليهم الماء الساخن عندي كنزيد لهم الماء الساخن. كنخليوها التبريمه ليله كامله البنات. زائد كنزيدو الا كان ديال العبار من الاحسن، لما لقيتوش فاستعملت هذا. كنزيدو صابون البلدي. هاد التبريمه البنات راه رائعه، كدير لو كور كامل. المهم هذه كتخلوها الليله كامله، كتخلوها في يعني في بلاصه خارج زعما ما كتحتاجش المجمد ولا شي حاجه، ما كتخصها ما كيوقع ليها حتى حاجه. المهم كتخليوها كتخلطوها كما هكا، كتخلوها ابخي الا كنتو غدا ماشيين، الا كنتو زعما الغد ليه ماشيين الحمام وغير في الدار، كتزيدوا كتخلوها ليله كامل. الاحسن التبريمات اللي بغيتوهم يعطوكم ليفي من يعني من الديبار، كتخلوها ليله كامله و 3 سوايع. المهم من بعد كتزيدوا حامض، يا اما هذا يا اما داك اللون تاع الاصفر. ضروري الحامض في التبريمات، ضروري. كديروا نص حامضه كتزيدوا. التبريمه البنات راه كتوحد اللون، كتحيد تصبغات الحبوب اللي فيها الحبوب، تزيد شويه الخرقوم اللي فيها تصبغات، اللي فيها حتى البهك، حتى البنات اللي فيهم البهك بالنسبه يعني اللي كتعرق بزاف. هما الناس اللي كيكون فيهم البهك بزاف دير هاد الوصفه راه طوب. الناس اللي فيهم البهك يزيدوا الشيح والخرقوم غير شويه حتى هي راه فعال.